عالسلامة، شكون فيكم يعرف شنو صار في تونس سنة 1912 وقت اللي تحولت وسيلة نقل إلى شرارة متاع ثورة شعبية ضد المحتل؟ اليوم باش نحكيو على أحداث الترامواي. الحكاية بدات وقت سائق الترامواي الإيطالي عاف شاب تونسي وقتله على مستوى السكة الرابطة بين باب سويقة وباب سعدون، فانطلقت شرارة انتفاضة شعبية كبيرة. الوقت هذاك قمع وظلم فرنسا قاعد يزيد، وغضب ورفض الشارع التونسي للاحتلال الفرنسي قاعد يكبر. بعد أحداث الجلاز وبعد احتلال ليبيا من طرف إيطاليا، أحداث الترامواي كانت النقطة اللي أفاضت الكاس. شركة الترامواي كانت مملوكة لفرنسا، فقرر التوانسة مقاطعة المنتوجات الفرنسية والإيطالية، والتوانسة اللي يخدموا في الشركة رفضوا سياسة التمييز العنصري وعدم تكافؤ الأجور بينهم وبين الأجانب. التونسي حس بالإهانة والعنصرية، الشيء اللي خلى حملة المقاطعة تنجح نجاح كبير، والناس ما عادش تطلع في الترامواي والشارع سخن، وحركة الشباب التونسي تزعمت المشهد. ردة الفعل هذه ما كانتش احتجاج ضد وسيلة نقل، بل كانت احتجاج على الظلم والقمع والاحتلال والمطالبة بالحرية والسيادة الوطنية. ومع تطور الأحداث وانتشار الاحتجاجات والمظاهرات، رد فرنسا كان المزيد من القمع والتضييق على الشباب والطلبة والمثقفين، وحل حركة الشباب التونسي واعتقال ونفي العديد من قياداتها وعلى رأسهم علي باشحامبة. أحداث الترامواي تأكد أن المقاطعة حل ناجح وفعال ضد الظلم والقمع والاحتلال، وأن التوانسة ما يقبلوش يعيشوا مواطنين درجة ثانية في بلادهم. وتأكد زادة أن الاحتلال والظلم مهما طال مصيره الزوال، مادام فما ناس مؤمنة بالحرية وتناضل من أجل أوطانها.